الخصم خلق لك مشاكل، ما صحيح. قدرناش نتامبوزاو خصوصا في الالتحامات، لانه الفريق على فترات كبيره ما خلاناش نبنيو من الخلف واضطرينا نلعبوا اللعب المباشر. ما قدرناش وجهها المدرب، واش سمعناها مرارا من المدربين انهم كيشتكيوا من ان الفريق المنافس لعب بخطه دفاعيه. هذاك شغله، كل واحد يلعب بالامكانيات ديالو، كل واحد يلعب بالخطه اللي تناسب اللاعبين ديالو. بقات حنا من خلال هذه المقابله كيتبين على ان الانسان باش الا بغى يفوز بهذا الكان، فضروري انه خصو يكون يعتمد على السرعه في الاداء ديالو، لان في الالتحامات النتيجة في أقل من دقيقة كيفاش نعتبروها؟ يعني هدف لهدف مع منتخب مالي. المنتخب المغربي كان كيطمح أنه تكون عنده هذه المباراة هي كما قلنا البارح لو ماتش ريفيرونس. تعادل مخيب للامل، رغم اننا يعني شفنا منتخب مغربي ربما تحسن شيئا ما مقارنه باللقاء الاول. لأكيد، وأن المقابلة كانت بإيقاع مرتفع، مقابلة اللي أعطت الشيء الكثير على المستوى التقني صحيح. على المستوى التكتيكي. الفريق المالي ماشي فريق سهل، وحاول باش يدخلنا ويفرض عنا نزالات ثنائيه وخاصه الالتحامات الجسديه، وكان المقابله كانوا مركزين فيها بما يكفي. كانت مقابله جيده بالنسبه للفريق الوطني المغربي. على الاقل شفنا واحد مجموعه اللاعبين الان في تطور على مستوى الاداء ديالهم، على مستوى الخروج بالكره الى الهجوم. وكنظن على كل حال من بعد هذه المقابله احنا مازال نحن من الاوائل، وهذا هو اللي كيهم في هذه المجموعه في هذه الدور الاولى. تكلمنا يعني على مباراه فيريتابل تيست بالامس، قلنا هي بنهايه السلسله التاريخيه ديال الجينيسيه كاع ديال 19 فوز متتالي، لكن كان اليوم امامنا يعني خصم قوي وقوي جدا. مباراة صعبة لأن الخصم كما قلتي محترم، وخصوصا اختبرنا من الناحية البدنية. يعني الشوط الأول كان بإيقاع كبير، كانت لانتونسيتي كبيرة، كان عندنا تخوف على بزاف اللاعبين ديالنا اللي ما كانش عندهم استمرارية، خصوصا إبراهيم أنا شخصيا. ولكن صراحة إبراهيم خرج المباراة في ظل الظروف اللي تحضر فيها والدقائق القليلة اللي خداها. تيبقى طبعا الطموح كان انه ناخذ 3 نقاط وتكون مباراه مرجعيه باش تكون انطلاقه ويطرى داك لونغومون اوتور ديال الفرقه. ولكن يحسب ان الخصم خلق لك مشاكل، ما قدرناش نتامبوزاو خصوصا في الالتحامات، لانه الفريق على فترات كبيره ما خلاناش نبنيو من الخلف واضطرينا نلعبوا اللعب المباشر. ما قدرناش نتامبوزاو في ديك الكره الاولى والكره الثانيه اللي ممكن كانت تكون مفتاح يعني ديال المباراه. سي محمد، اعتقد ان النتيجه يعني منطقيه، ولو ان المنتخب المغربي كان اكثر بحثا عن الفوز وكان اكثر وصولا الى المرمى، ولكن للامانه ان الفرص ما كانتش كثيره جدا. وبالتالي اعتقد كما تفضل كل من سي حسن سي سعيد، فاعتقد انه كان تيست ممتاز بالنسبه للمنتخب المغربي، خصوصا على الناحيه البدنيه، لان فرضوا علينا نزالات بدنيه قويه جدا، واعتقد انها ربما تكون مفيده للمنتخب المغربي في باقي المشوار. رغم انها ربما من يعني لي كونسيكونس ديال هذه النتيجه ان المباراه الثالثه ضد المنتخب الزامبي ما بقاتش يعني تكون فرصه لتجريب ولا شكليه، غتبقى الاهميه ديالها فيما يخص يعني المنتخب المغربي اللي الان راه تقريبا فيرتوالمون مؤهل كاليفي، ولكن ما يبغيش يتكاليفي غير هكاك المركز الاول. دونك اللقاء الاخير ضد منتخب زامبيا غتكون عنده اهميه كبيره. خليكم معنا اصدقائي، نلتقي بعد هذا الفاصل القصير. المنتخبين شنو هو الانطباع اللي كتخرجوا به من هذه المباراه؟ طبعا اول شيء فاللعبه ربما الفريق الوطني المغربي دخل في اول اختبار جيد بالنسبه لهذا الكان، لا على المستوى النفسي، على مستوى اللياقه البدنيه، على مستوى التكتيك كذلك. واكيد على ان من خلال هذه المقابله كيتبين على ان الانسان باش الا بغى يفوز بهذا الكان، فضروري انه خصو يكون يعتمد على السرعه في الاداء ديالو، لان في الالتحامات البدنيه ما عمرهم غادي نكونوا كنجاوروا واحد مجموعه تاع الفرق على المستوى الافريقي. وبالتالي فلأكيد على ان طريقه تاع تدبير الشق الهجومي
كيمكن ربما غادي تصلح فيه اشياء اخرى، وربما ذاك التثاقل اللي كان كيكون عنده في البناء من الدفاع للهجوم شويه كان كيعطي فرصه للخصوم، وهذه كان فرصه، وهذا كان اختبار جيد بالنسبه للفريق الوطني المغربي في هذه المقابله. سعيد. تنظن خصوصا النقطة ديال البناء من خلف، ماشي هذه المباراة حتى الاخرى اللي كان عندنا البلوك يعني منخفض قدامنا، فهذيك السرعة في البناء من الخلف هي اللي تعطيك دوك لي ديكالاج اللي تنقلبوا عليهم في الأطراف باش تعطي مساحة للسيباري ولا هذا ديك الأمتار تتخسرها في البطء في بعض التمريرات اللي ممكن تصوتيهم تنقولوا جامبين باسيس، يعني بعض المرات المغامرة أكثر من جهة اليميق ومن جهة نايف، لانه هذاك التحضير البطيء تيعطي فرصه ان الكتله تتلائم يصوبوا لي ديستونس، وانه لما تتمشي من طرف لطرف ملي تكون السرعه ديال انتقال الكره البلوك يعني تيتحرك وتيكون داك الدوبل ماركاج اللي اليوم ربما اللاعب الوحيد اللي يقدر يعني يتامبوزا فيه هو ابراهيم، يعني لانه تيحافظ مزيان على الكره. صحيح. يعني هذه يعني لا بون نوفيل الوحيده ولا القليله اللي شفنا اليوم في هذه المباراه هي يعني وفي هذه كاس افريقيا منذ البدايه، لان كنا حنا طرحوا العديد من علامات الاستفهام حول يعني ابراهيم دياز. ما ابراهيم دياز اليوم يبدو كهو يعني كاحسن لاعب واقوى لاعب في المنتخب المغربي اليوم. وكان عندي تخوف انا من الناحيه البدنيه انه ما يقدرش يونشيني في ظرف ديال 4 ايام، عطفا على انه ما كانش عنده دقائق كثيره في النادي ديالو، ولكن الحمد لله عطانا واحد 70 ولا 75 في المباراه الاولى. اليوم نفس الشيء، تنظن انه جوج مباريات يعني اللي ما خرجش منهم يعني باي مشكل بدني، هذا ربح كبير. صحيح. تتبقى اشياء اخرى اننا خصنا يكون عندنا لي رولي اخرين في الطيران، خصوصا في عمليه التحضير. تنظنش اننا تنحتاجوا اوطون جوار خلف الكره، خصوصا يعني نائل والمرابط. نزولهم الخلف تيخلي لنا واحد الاقليه دفاعيه عدديه داخل الخطوط، وتنحتاجوا ذاك اللاعب زايد ولا اللاعب، ولكن خاص اظن ان خصوصا لاعبي متوسط الدفاع تكون عندهم شجاعه اكثر في اللاعب الامام، لانه هذاك التايمينغ ديال لا باس فير لافون بعض المرات تيعطيك امكانيات ما تبقى من اللعبه يعني. وكيبقى يعني مره اخرى ان الترمومتر المنتخب المغربي هو عز الدين أناحي. لما كيكون عز الدين أناحي يعني في نهارو كيكون المنتخب المغربي في نهارو. اليوم ما شفناش يعني الوجه اللي كنبغيو نشوفوه ديال عز الدين أناحي. ما شفناش كذلك التلويج تاع الفريق المالي، لان ماليا بعدا في كورتها دائما اكثر تقنيا، اكثر هجوما، اكثر مقابلات كتلعب مفتوحه، ولكن اليوم لعبوا مقابله هما جاوا على نقطه وزعما داروا لنا مشاكل كبيره على مستوى التنظيم الدفاعي ديالهم، على مستوى الالتحامات الفرديه، وهذا شفنا أناحي مرات عديده انه كيدخل في الالتحامات البدنيه اللي كنعرفوا البنيه ديالو ما يمكنلوش انه يتفوق عليها. ولكن اليوم هضرنا على أناحي، هضرنا على ابراهيم دياز، ولكن المفاجاه كذلك هو ان جوج اللاعبين كيلعبوا اول كاس افريقيا وكنظن ظهروا بوجه جيد كذلك. العناوي دار واحد العمل كبير، وصلاح كذلك على الجهه اليسرى، هادو اللي ما عندهمش تجربه كبيره، ولكن الاداء اليوم ديالهم مقارنه مع المجموعه ككل كنظن ربح. هادو اخر من التحق يعني بالمنتخب المغربي، وصراحه ربح كبير. العناوي ما كتحتاج تشوفوا في المباراه، ولكن راه يعني كيكون يعني قاضي الغرض ومزيان، يعني ربح كبير للمنتخب المغربي. لا بالفعل نائل في اول مباراه الى حد الان دائما في نفس المستوى صنفط، يعني ما تيضيعش الكرات ما شاء الله عليه، ما كتحس كانه غير موجود لان ما كيتقلش بالكره، عنده النظره جيده، تغيير المسار الكره من الجهتين. بصراحه انا كنا نمني النفس ان المنتخب المالي بالامكانيات الفرديه اللي عنده انه يلعب واحد الاسلوب هجومي اكثر، ولكن يبدو ان المدرب ساينفيت عارف قيمه المنتخب الوطني وما خلفش الوعد
اللي قال في المؤتمر الصحفي انه ماشي غلط انه يلعب على نقطه وينتصر في المباراه الثالثه ويتاهل في المركز الثاني ب5 نقط. ولكن هذاك شغله سي محمد، هذاك شغله، لانه هو كيختار لا طبعاً. الطريقه اللي بغى يلعب بها، وحنا مطالبين بايجاد الحلول. اكيد احنا لا ننتقد، يعني أنا من اكثر الانتقادات اللي يمكن نوجهها للمدرب سمعناها مرارا من المدربين انهم كيشتكيوا من ان الفريق المنافس لعب بخطه دفاعيه. هذاك شغله، كل واحد يلعب بالامكانيات ديالو، كل واحد يلعب بالخطه اللي تناسب اللاعبين ديالو. بقات حنا اللي لازم ندبروا الواقع المباراه وحقائق المباراه بالطريقه اللي تناسبنا. يعني فورس دو كونستات انه باستثناء ضربه الجزاء اللي جات المنتخب المالي ما جات ولا كره عند بونو. هذا الشيء الوحيد اللي كيجعلنا نتاسفوا على اننا ما فزناش في المباراه رغم اننا ما صنعناش فرص كثيره للتسجيل. سعيد. هو شيء طبيعي كما قال السي محمد، يعني شيء طبيعي انه فريق بحال مالي يدير لك صعوبات بهذا الشكل، لان كاين امكانيات فرديه، كاين قيمه ديال اللاعبين، اضافه الى لو بلون ولي زانتونسيون. يعني الاراده ديالهم كانت اليوم واضحه، يعني المغامره باقل شكل ممكن، الخروج للهجمه باقل عدد من اللاعبين، حاولوا انهم ما يخليوش لنا هذيك المساحات خصوصا بين الخطوط فين تيكون صعيب، خصوصا عز الدين وناحي كان تينزل يعني تحت ثلاثه خطوط باش يستلم بطريقه يعني مريحه، لانه بين الخطوط اللي هو خطير لما تيستلم خلف الخط صحيح. ديال وسط الميدان وتيلتف بسرعه وتيواجه خط الدفاع. اليوم صحيح. تقريبا في ولا كره تقريبا واجه خط الدفاع، دائما كان على الاقل جوج الخطوط، لانه كان تيضطر انه ينزل اون دياغونال على اليمين ديال المرابط ونائل ولا على اليسار ديالهم، وبالتالي يعني دوك لي زاكسيليراسيون ديالو لانه لاعب اللي تيعطي وتيزيد ما كانش لي زونشينمون. ولكن ما خصناش نتناساو دائما العامل ديال الخصم كاين، رغم ذلك كانوا عندنا دي سيتوياسيون بزاف، كنت ماركات شي وحده يكون كلام اخر، ولكن لما كتشوف الارقام سعيد يعني كتشوف بان السيطره يعني ميدانيه ديجا يعني فيما يخص يعني الاستحواذ على الكره 62% للمنتخب المغربي، 38 للمنتخب المالي، يعني لي تير 15 للمنتخب المغربي 5 للمالي، لي تير كادغي وحده بالنسبه للمالي، يعني لي كورنير 0 ركنيه بالنسبه للمنتخب المالي. يعني ارقام اللي الى شتيها قبل ما تشوف النتيجه، اولاد الارقام ما عندها معنى سي حسن. لا بالعكس، من واحد الجانب انا كتعطيك على الاقل العمل اللي قاموا به اللاعبين تاع الفريق الوطني المغربي، والمقابل كذلك كيتبين لك، كتعطيك قراءه كتقول لك الخصم كيفاش لعب، لان الخصم ما جاش باش الان باش يهجم، ما جاش باش انه يستحوذ على الكره، ما جاش باش يعطيك مساحات، وكيعرف راسو على انه اللاعبين تاع المغاربه من الناحيه التقنيه هما لاعبين جيدين، وعلى مستوى السرعه كذلك جيدين، وبالتالي فكان احسن سيناريو كيمكن لهم يلعبوا به هو التكتل الدفاعي، هو انه يدخلوا في الالتحامات الجسديه، وهذا ما اللي خلى لا أناحي ولا واحد مجموعه اللاعبين انا كيلقاو مشاكل بما فيهم الصباري باش انهم يستحوذوا على الكره ويدوروا ويمشيوا ويستافدوا من المساحات اللي هي كيمكن لها تخلق. ولكن يمكن نقولوا على ان الخطه اللي استعملها المدرب تاع المالي نفذوها بدقه اللاعبين، كان ممكن ان يتفتح المقابله لو تسجلت احدى الاصابات، لان في اخر المطاف ملي كتلقى ان الكتله الدفاعيه كلها متمركزه في الوسط، وما عندكش ممرات فين يمكن في المساحات الصغيره، نصف المساحات مني تدوز ضروري كدوز من الاجنحه، ملي كدوز من الاجنحه كتلقى عاوتاني القامه الطويله اللي عندهم، الكرات الهوائيه انهم كيتفوقوا فيها واستقبال جيد، تركيز جيد، وبالتالي فكنظن هذه مقابله غادي تعطي قراءات جيده بالنسبه لوليد الركراكي، وغادي تعطيه كذلك افكار اخرى اللي خصو يستعملها باش يمكن توظيف بعض اللاعبين، يمكن تغيير النمط باش كنلعبوا. اكيد على ان هذا السيناريو اللي خرجنا به وعرفنا على اننا الا بغينا نمشيو للنهائي
خصنا اننا يكون عندنا اسلحه اللي متنوعه، وهذه هي المقابله ريفيرونس اللي غادي يمكن لها تخلي الوليد يجتهد اكثر ويعطي بدائل. نتفق معك، هي ريفيرونس كنا ربحناها ولا دابا ملي ما ربحناش، ولكن راه لعبنا ضد واحد الخصم اللي يعني في 9 ولا 10 مباريات الاخيره نهزم مباراه واحده في غانا. يعني راه خصم تا هو جايب اون سيري يعني اللي ايجابيه جدا. بالفعل عطانا يعني الصوره على كيفاش ممكن تكون مباريات اللي الخصم ما تيعطيك حتى شي حاجه، واللي خصنا كما قال حسن نلقاو دي زالتيرناتيف اخرين للهجمه المنظمه، خصوصا اننا نوصلوا الكره للبوكس بسرعه اكبر ربما، ونكونوا التواجد، خصوصا التواجد اذا كان راس حربه واحد خاص من الخط الثاني الوصول، يا اما من الجهه المعاكسه يا اما من تحته منه. وهذه ربما كما قال حسن غتحكم على وليد حتى في الخيارات ديال اللاعبين. يعني الا كان غيتصور خصم بهذه الطريقه متكتل وعاطيك الوضعيات على الاطراف، فغيفكر حتى في نوعيه اللاعبين ديال المهاجم واللي تحت منه اللي عنده الامكانيه انه يدير ذاك الضغط. اليوم لاعبي خط الدفاع كانوا متفوقين لانه بلاعب واحد، وكيف غيكون عير النصيري بالقامه وبالقوه ديالو في الكره الدوليه ما كانش كافي، فخاص ربما زياده عدديه، خاص ان بوا فيزيك حتى حنا نديروه في هذه الحالات اللي الخصم عاطيك التحضير وعاطيك الوصول لوضعيه التمرير. خص ربما نشتغلوا على الشيء اللي كنا منتظرين منه. الشيء الوحيد اللي ما عطاتوش هو الفوز ديال المنتخب الوطني، ولكن بس لا زعما كان السؤال ديالي سي محمد على البيديغري ديال الخصم، يعني اللي كانوا بعض المرات كيطالبوا الجماهير بمواجهات ربما مع منتخبات تكون اقوى من تلك اللي تواجهناها. ما تنظنش بان كان تطرح هذا السؤال في وقته. ما كانوش المنتخبات متوفرين انك تلعب معاهم. كان المنتخبات تمشي تلعب في كوريا او تمشي تلعب في اليابان، كانوا في الديرنيير دات ما كانش امكانيه. كانوا التصفيات كتلعب مباريات رسميه، كانت تصفيات كاس العالم، كانت تصفيات هذوك مفروضين عليك طبعا. منافسين اقل منا بكثير، انما حنا نتكلموا فقط في المباراه، فقط استكمال الشيء اللي قال سعيد هو انه كذلك حتى لما حاولنا نغيروا. مثلا انا شخصيا كنت منتظر الكثير من دخول عبد الصمد الزلزولي، ولكن ما تركولوش متر يتحرك فيه نهائيا، ما جاتوش فرصه واحده انه يديبوردي بالشكل اللي متعودين عليه عشان باش يرفع كرات الوسط منطقه الجزاء فين كاين النصيري اللي جاءته ربما كره المباراه، ولكن ما كانش محظوظ في مواجهته مع الحارس. المنتخب المغربي يكتفي اذا بنقطه التعادل ضد منتخب مالي. ما فاجأني انا هو يعني ان منتخب مالي في واحد الوقت بدا يعني كانه قنع، والهدف ديالو اللي جا موراه هو هذيك النقطه. انا تفاجأت لان بعض المرات كانت هناك امكانيه اللي ربما بالنسبه للمنتخب المالي الفريق المالي عانى تسجيل هدف ثاني. لو بلون كان مرهق بالنسبه له، يعني ميلتيبلياو يعني المجهود بزاف. شاهدنا بان 3 تغييرات يعني اضطراريه، واحد بين الشوطين وجوج مع دقيقه 65 70 مشاكل عضليه، معناه ان يعني عطفا على البلون اللي داروه هما الفريق المغربي، يعني عطاهم دي ترافاي كوميم، خدمهم شويه وتيبقى. انا بالنسبه لي والله الا اختبار جيد كما قلتي، هذا ربما يعرف يعطينا الحراره ديال التمبيراتور ديال لا كوب دافريك كيفاش خصها تكون. لحسن الحظ ان البدلاء اللي دخلوا في اللاعبين ديال مالي ما كانوش في نفس المستوى، لان في الدقائق الاخيره مع الضغط اللي عمل المنتخب المغربي كانت يعني كانوا دي سيتوياسيون دو كونتر اللي كانوا شويه تيخوفوا، ولكن ما عرفوش يتعاملوا معهم لحسن الحظ. يعني تبدو النتيجه مخيبه، لكن انا كنشوفها من جانب اخر ونتفق مع سعيد. يعني بالعكس نشوفوا ناخذوا من النقاط الايجابيه اللي ربما احسن تجيك دابا في المباريات يعني ديال خروج المغلوب، واللي تكون فيها ربما لي كونسيكونس اصعب.